الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد صبينا السقف كاملا والدرج. اليوم عندنا صبة الأعمدة. طبعا التخشيب اللي تحت مكتوب في المخطط 21 يوم، في بعضهم يخليه 15 يوم، أنا ما أدري، بس اللي بيمشي على المخطط 21 يوم ما يفك الجكات والخشب اللي تحت. أبوريكم إياها. هذه السباكات اللي كنا حاطينها، الحديد خلاص اختفى لأنه خلاص صبينا، فأعتقد اليوم بيصبون الكورنيش، هذا الجسور الجانبية والأعمدة. طبعا هذا ليش كذا مسوينا زي الإكس اللي هو حق الجسر المعلق، لأن هناك ما في عمود في الزاوية ذيك، وأعتقد في مكان ثاني ما في عمود، فخطر. هذا موقف سيارة لازم يزبط. الحمد لله الصبة ممتازة ولله الحمد، قوية ولله الحمد، ما زدنا فيها ولا موية ولا كاس موية. واليوم إن شاء الله تجي السيارة وإن شاء الله ما يصير فيه زيادة ولا موية. لا تسمح لهم أبدا، لا يضحكون علينا، لأنهم يبغون يخلصون بسرعة، حتى راعين الشركة يبغون يخلصون بسرعة. فحاول قد ما تقدر أنك تراقبهم وتراقب السيارة، هل فيها سلمين ولا شيء، والله يوفق إن شاء الله ويسهل. أنا نازل الآن مع درج، كنا ننزل مع خشب تخشيب وحديد، الحمد لله الحين درج خلاص ما بقى إلا التبليط. هذه الجكات اللي أكلمكم عنها، هذه ما تفك إلا أقل شيء، بعضهم يقول 15 يوم، لكن بعض المخططات يكتب فيها 21 يوم. شوف التخشيب هذا خطر يفك قبل 15 يوم، بالله الحمد.